المدرب الأجنبي أفضل من المدرب المحلي لأن عنده أسلوب خاص به يعتمد عليه مع اللاعبين قبل بداية المباراة. زين اليوم شنو هو أسلوب المدرب المحلي مع اللاعبين؟ احكي لنا عن هنا كابتن حكيم، شغلات الحلوة. هاي شنو هاي؟ شو أمجد ما مقتنع يضحك. لعبتنا وين اليابان زين. جاني قال لي قال لي امجد داعش بالكوت. داعش بالكوت؟ أدري وأمجد يا هو هتلر. شنو علاقة داعش بمباراة العراق واليابان؟ يعني داعش صارت احنا من 2014 البطولة. هو يحفز يعني زين 2014 قال لي امجد داعش بالكوت قبل على اليابان يطلعون وحدهم. لا أنا أدري المؤجر يطلع وحده من تنشمر غراضه بالشارع، بس مال داعش يطلع من يقول أمجد على اليابان هاي ما أدري بيها. لا اله الا الله صدق سبحان الله. قولت والله اللعبه قلت ما طلعوا. والله اللعبه قولت قطعت له قلت له طلعوا بعدهم قال لا راحوا. ها يعني داعش راحوا من قول امجد على اليابان. يا الله شوف المدرب المحلي شلون يحفز اللاعبين. يعني حكيم شاكر لو باقي هسه يدرب المنتخب احتمال يخلي ايمن حسين يفجر روحه بلعبه الارجنتين لان يقول له اذا فازوا علينا يحتلون العراق. زين حكيم شاكر بما انه داعش يطلع بقوه ايش عجب ما فكرت تطلعهم من الرمادي حتى اذا ضربه جزاء. قال ناخذ البطوله نروح ناخذ الكاس ونفتر بيه بالرمادي. كان داعش في 2014 بالرمادي. قاعد يكتك. قال نأجر سياره ونطب ما قال بس يشوفون الكاس يشردون. لا كابتن اذا يشوفوه ويشردون هذا مو كاس هذا صاروخ يوم القيامه. ما يخالف يطلع مدرب محلي على قد امكانيته، بس عندنا مدربين هواي يعني مثلا الكابتن الكبير راضي شنيشي. عموري فيصل ليش ما تسحبه؟ امير العماري ليش ما سحبته؟ منتظر الماجد ليش ما سحبته؟ دانييلو سعيد ليش ما سحبته؟ سعد عبد الامير ليش ما خليته؟ سعد ناطق مصاب ليش جبته؟ يلا ما يخالف يجوز صارت عليه ضغوطات. زين اخر تصريح له شنو؟ هذا ليش ما بدي هذا؟ انا هسه اضرب لك مثل بسيط وانا اول مره احكي. انا بوجهه نظري افضل لاعب بالمنتخب الاولمبي هو منتظر محمد. قصدك كنوش اللي انسحل بمباراة المغرب سحلوا به الملعب من الجول للجول. لا بس الظاهر الوليد ما راحوا يلعبون بطولة، راحوا هناك يدورون الستوريات. بالمناسبة هاي آخر إطلالة لنجم المنتخب مصطفى سعدون. اللي ما يعرف منه مصطفى سعدون هذا صار شوارع بمباراة المغرب. والله لو باقين على ابو حيدر احسن من غوارديولا العراق. طبعا وبالاضافه ما ننسى عماد محمد من يخسر نقول له ليش خسرت شنو هو السبب يقول برشلونه تخسر 8. ماكو فريق بالعالم ما يخسر. برشلونه يخسر 8. نادي القوه الجويه وقع مع المدافع حيدر الطائي بعد ما فسخ عقده مع فريقه النرويجي. النوب اجى المدرب القطري وسام رزاق المدرب الجديد لنادي القوة الجوية وقال لهم ما اريده. رجعت نادي القوة الجوية وفسخوا العقد وياه. زين هسه هذا وين راح يروح؟ يحط له عربانه مال لبلبي ويقعد يبيع؟ فسخ العقد ماله وقع وياكم والنوب فسختوا العقد ماله وهسه ديحتوه. بالمناسبة كابتن وسام رزاق هاي نصيحة مني إلك ببلاش، ما راح تحقق شيء مع القوة الجوية لأن راح يوقفون وياك 5 مدربين على الخط. هم الجوية هواي صارت عندهم انتقالات هذا الموسم. يعني من أهم الانتقالات همام طارق ينتقل إلى نادي زاخو بقيمة عقد 480 مليون دينار وراتب شهري 39 مليون دينار مع قطعة أرض بزاخو. والله يا أخويا راتب مال رعاية هواي عليك، بس هو همام بشغله حلوة يعني من يستلم الطوبة احتمال يراوغ حتى نفسه.
هذا طفل عمره 4 سنوات ضايع من امه وجاي يدور عليها على هاي حركاتك بالملعب والمهاره مالتك. ما يعطونك قطعه ارض، لا يعطونك قطعه مال بيتزا باللحم. بعد يا هو طلع ابراهيم بايش يغادر نادي القوى الجويه. اذا همام طارق ب 480 مليون فهمام راح يروح للريال مكان بينغهام، مو بعيده. اكو تصريح للاعب محمد عبد الزهر ابو حالوب يقول انا اذا ارجع للدوري اخذ افضل مدافع وماكو مهاجم يراوغني. ابو حالوب انت احتمال اذا سوى هاي الحركه يصير عندك تمزق بالتتشه. حالوب لا تخرب روحك بالدوري، ظل بالفرق الشعبيه وخوش مسوي لك لمه انت وغسان اسماعيل ورسلان حموضه وهذا ابو مهيدي مال هاي المسلسل اللي خبصونا بيها، وكاظين الفرق جايبينها جلد. فهذا مستواك يا حبيبي مال فرق شعبيه. هاي التصريحات الفارغه ما لها داعي، مثل تصريح ضرغام اسماعيل يقول انا زورت مواليدي من اجل خدمه الكره العراقيه لان عمري في وقتها لم يكن يسمح لي بتمثيل المنتخب، لذلك صغرت عمري حتى أخدم منتخب الشباب وأمثل المنتخب. هذا التصريح ماله شنو يعني؟ هذا تصريحه يعني شغلة وحدة، أنه الكرة العراقية إلى الهاوية. ليش؟ يعني ما بيها رقابة حقيقية. أنا زورت ولعبت وانتم ما تدرون. لو أكو رقابة حقيقية بالكرة العراقية والاتحاد العراقي جا عرفوا التزوير مالك. بس الدور العراقي والكرة العراقية بصورة عامة تعبانة. لو ما تعبانة جا كشفوا التزوير. الله أعلم إيش قد غير ضرغام مزورين وجاي يلعبون حاليا مواليد مزورة. يعني سبحان الله كل شيء بهذا البلد مبني على الغش والتزوير والكذب. حتى الكرة صار بيها غش وتزوير وكذب.